ايه اللي ممكن يحصل للهجرة والمهاجرين لو الجمهوريين خسروا الانتخابات بتاعت شهر نوفمبر، انتخابات مجلس النواب بالذات، وكمان مجلس الشيوخ؟ مجلس الشيوخ، تلت مجلس الشيوخ 35 عضو من اصل 100 هيخشوا الانتخابات، ومجلس النواب كله هيدخل الانتخابات. يعني هيبقى فيه تغيير كبير جدا، وطبعا الجمهوريين معاهم الاغلبية في الاتنين دلوقتي. طب لو الديمقراطيين بقى عندهم اغلبية فقط في مجلس النواب، ايه التغيير اللي ممكن يتم؟ الحقيقة هيحصل تغييرات كتيرة جدا جدا جدا. دلوقتي الرئيس دونالد ترامب معاه صلاحيات لكل حاجة، لأن معاه أغلبية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. لو حصل تغيير في مجلس النواب، في حاجات كتيرة هتبدأ تتغير، منها بوليسيز كتيرة وحاجات كتيرة خاصة بالمهاجرين، زي مثلا موضوع ايس، موضوع الترحيلات. موضوع الترحيلات دوت هيحصل فيه تغييرات كبيرة. كمان موضوع الناس اللي معاهم جنسية أمريكية وبتتسحب منهم، القصة ديت برضو هيحصل فيها تغييرات. وقصص كتيرة خاصة بالمهاجرين والبوليسيز بتاعتهم هتحصل فيها تغييرات. التغييرات هتتم ازاي؟ التغييرات هتتم لأن أي قرار عشان يتنفذ في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لازم يبقى فيه أغلبية من الاتنين. فلما الرئيس دونالد ترامب دلوقتي بيأمر بأي حاجة، مجلس الشيوخ ومجلس النواب بيوافقوا عليها. لكن لو في أغلبية ديمقراطية الموضوع هيتغير، خصوصا مواضيع الإنفاق، يعني الفلوس اللي بتصرفها الوزارات. فهم يقدروا يقفلوا عليهم الحنفية بتاعة الإنفاق، وبالتالي هم ما يقدروش يتصرفوا في حاجة بدون ما يتم عمل صفقة. يعني يقعدوا مع بعض يتفاوضوا، مش زي ما حاصل دلوقتي. اللي حاصل دلوقتي واللي عامل مشكلة كبيرة، خصوصا موضوع الإغلاق الحكومي الجزئي، إن مفيش اتفاقات. الجمهوريين شايفين ان هم يقعدوا ليه مع الديمقراطيين، والديمقراطيين اي حاجة بتيجي من الجمهوريين بيرفضوها لمجرد ان هم عايزين يعكننوا عليهم، لان هم مش مدينهم اي مجال ان هم يشاركوا معاهم اي حاجة. فالقصة كلها هتتغير، الموضوع كله هيتغير، وممكن في الاخر يقعدوا مع بعض ويعملوا صفقات مهمة جدا خاصة بالهجرة، تعمل تغييرات كبيرة ناس كتيرة بتحتاجها. الكثير من الاسر والكثير من الناس الموجودين في الولايات المتحدة الامريكية مهاجرين، والمهاجرين دول لهم عائلات، وفي ناس تانية بتجيب ناس من بره بتعمل لهم لم شمل وقصة كبيرة. فالناس دي كلها متأثرة. خلي بالك في نسبة كبيرة من الناس اللي صوتت وعملت تأثير كبير في انتخابات الرئيس دونالد ترامب كانوا اللاتينو كان عندهم نسبة رضا عالية جدا، وادوا تصويت عالي جدا، عمل تأثير. اللاتينو أكتر ناس اتضررت بالسياسات الخاصة بالهجرة في الفترة اللي فاتت. فالدنيا ممكن تتغير، وصوتك مهم، سواء انت عايز تصوت للجمهوريين او الديمقراطيين، قرارك، ولكن لازم تبص للصورة كاملة، وفي الاخر خد القرار المناسب ليك.